في ذاك اليوم كنت راجعة من المدرسة، ولما قربت من باب بيتنا فجأة شفت أمي طالعة قدامي كأنها ظهرت من الهواء، وصراحة خوفتني، بس كان شكلها غريب مو شكلها الطبيعي اللي أعرفه. قالت لي بصوت كأنه يرتجف: اسمع، الحين امشي بسرعة لبيت جدك وجدتك، لا تدخل البيت ولا تسألني أي شيء، بس امشي. استغربت من شكلها وطريقتها، بس كان واضح إنه الموضوع مو بسيط، فمشيت بدون ما أفكر كتير. بيت جدي وجدتي كان قريب، شارع واحد بس، ووصلت لهم في 3 دقائق تقريبا. ولما وصلت ما كانوا يدرون ليش أمي أرسلتني، لكني تمسكت بكلامها. قلت ما أروح ولا مكان إلا إذا هي كلمتني. وبعد كم ساعة رنوا التليفون، طلع المتصل الشرطة، قالوا صار اقتحام لبيتك وأمك الله يرحمها انقتلت. وبعد ما مسكوا اللص اعترف وقال: كنت شايف الولد من الشباك وهو على وشك يدخل، وكنت ناوي أهجم عليه، لكن فجأة شفته واقف عند البوابة يكلم نفسه، وبعدين لف ومشى كأن أحد قال له يمشي. الحين فهمت ليش في هذيك اللحظة أمي كانت متوفية أصلا، واللي شفتها عن باب البيت ما كانت هي، كانت روحها اللي طلعت عشان تنقذني.